السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. معانا النهارده بقى أكلة شعبية، حاجة فاخر من الآخر. بصوا بقى، أنا عمري ما عملتها بحياتي كلها، ما عملت لعجة البيت. لكن في واحدة ست حبيبتي أمي طلبت مني أعملها، فاتصلت على والدتي وعرفتها لي، فعرفت إن هي مقاديرها وتفاصيلها، وقلت كده لازم أعملها لها. تعالوا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله هنعمله ازاي. معايا كده بقى حوالي نص كيلو بصل، احط طاسه على النار وافرم بصلي وانزل بيه على نار. انا اكون قدحت الزيت. انزل كده بالبصل على الزيت واشوحه. طبعا انا والدتي قالت لي ينفع اشوحها على نار عاليه ونار واطيه، بس طبعا الاحسن اللي هي النار الواطيه. النار العاليه لها ميزه والنار الواطيه لها ميزه. النار العاليه هتبقى في البصل بطبيعته، ربنا خلقه فيه سكر، فلو السكر ده علشان ما نفقدهوش نهدي عليه النار. لأن ده نقلب فيه يمين وشمال لحد ما ياخد حوالي نص ساعة، كل 10 دقايق كده كنت اروح اقلب فيه شوية. طبعا مستحيل ياخد لون لان انا بسويه على نار هادية. وجيت كده بثلاث حبات طماطم ضربتهم في الخلاط ضرب ناعم وصفيتهم ونزلت بيهم، وممكن ينحطوا متقطعين بس انا لقيتها مش تبقى لطيفة. ونزلت عليهم كده بكام قرن فلفل، اتنين بارد على واحد حامي. ونزلت كده بمعلقة هرسة شطة حمراء فلفل حلو. طبعا انا علشان خاطر مش عندي فلفل اخضر، عملتها بفلفل هريسة. معايا كده بقى 10 بيضات، انا هعمل 10 بيضات. ال10 بيضات هيبقى لهم كوباية مية كده بالشكل ده، كوباية اللي بنشرب بيها الشاي العادية. هنزل بهم في الخلاط كده لحد اضربهم لحد ما يعملوا لي فوم. المية مع البيض هيعملوا لي فوم عالي كده زي ما انتم شايفين. الفوم ده مهم علشان يديني ارتفاع للجة. هنزل بيهم كده، هنزل احط عليهم الخضار بتاعي، هو عبارة عن كزبرة وبقدونس. الكزبرة والبقدونس من غير شبت علشان ما تدينيش طعم المحشي. نزلت كده بكمية من الكزبرة، حوالي كده 4 معالق أو 5 معالق مفرومين، وعليهم 2 بقدونس أو 3 على حسب الرغبة طبعا. هنزل بهم ألف بهم لفتين في الخلاط بحيث ما يتفرموش فرم ناعم، وأنزل بهم بقى أفضيهم في طبق كده بالشكل ده واسع، وأحط لهم الدقيق. اضربهم ضرب يعني لحد ما الدقيق يختفي. واجي كده ببهاراتي ديت اللي انتوا شايفينها دي اللي زي العسل دي. معلقه فلفل، لا مش فيش فلفل خالص. معلقه فابريكا، معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه سكر، ومعلقه السكر مهمه جدا. معلقه بيكنج باودر كبيره لان انا كميتي 10 بيضات، لو 5 بيضات يبقى معلقه واحده صغيره معلقه شاي. ومعلقه سكر ومعلقه ملح طبعا. واستنى على خليطي ده، ومعلقه نعناع ناشف. واستنى على خليطي ده اللي هو البصل، انا كنت بردته عشان ما نزلش بيه سخن يضر لي البيض اللي هو البيض العجة الاساسي، يقوم يتكتل كده او كده. لا انا استنيته لما برد خالص ونزلت بيه. طبعا انا كنت عامله حساب كل ده في الوقت. لسه شايفين البيض معايا لسه عامل فوم زي ما هو. طبعا هتاكد ان البيكنج باودر اختفى، لان اول ما نزلت بالبيكنج باودر بدا يعمل فوران كده مع البيض. والله يا جماعة الوصفة دي طلعت تحفة 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 تحفة، وبشكر ست ام رامي اللي هي قالت لي اعملي لي عجة البيض. انا عمري ما عملتها وعملتها. جبت كده صينية كده 30 في 40، وحطيت فيها الخليط بتاعي، وكنت دهنها زيت الاول. واتاكدت ان الجدران بقى فيها برضو ان الزيت وصل لها، علشان برضو انا اول مرة اعملها كنت خايفة وهايبة. فالحمد لله عملتها وطلعت ناجحة مليون المية. مش 100%، لا مليون المية. اهي زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. الفوم لما ضربتها في الخلاط لسه واخده وضع الفوم زي ما هي. مهم جدا ان احنا نضربها في الخلاط كده بالدقيق، زي ما انا عملت الخطوات كده. ال10 بيضات ضربتهم بكوبايه ميه، لو 5 نضربهم بنص. وننزل عليهم بعد ما نضربوا خالص ويعملوا الفوم، ننزل عليهم بالدقيق. نتاكد ان هو اضربه بقى في الخلاط براحتي ان شاء الله بنص ساعه مفيش مشكله. معايا كده بقى، انا قلت جنب العجه دي بقى نبقى ناكل ايه؟ بطاطس مقليه وسلطه، إيه وطماطم. اعملها كده يعني ايه، اخلل طماطم. مش هينفع جنب الوصفه دي سلطه خالص. جبت انا كده كميه من الفلفل وثوم وليمونه وشويه عصفر، وزي ما انتم شايفين كده نفس الخلطه اللي انا عملتها معاكم بتاعت البتنجان.
بس معلقه العصفر ومعلقه العسل النحل بتنقل الخلطه دي في حته تانية خالص. انا كنت حاطه ليمونه نيه كده زي ما انتم شايفين. شلت القشور بتاعتها وانزل بقى عليها انا كده بدوق الملح، لقيت الملح ناقص، فجيت نزلت عليها بالملح كده زي ما انتم شايفين. انا فرماها في الكبه وهمسك. كنت فاتحه الطماطم كده، في منها فتحتها على 4 وفي منها عملتها دوائر بالعرض. بمسكها كده احشيها بالشكل ده. انا مكتره، ممكن احطها في التلاجة، احطها جنب فطار، احطها جنب اي اكل، هتبقى جميله معانا في الاكل. والله يا جماعه الوصفه دي طلعت تحفه، وبصوا طلعت فوق الرائعه. وانا عمري ما عملتها وبندم ما عملتهاش من زمان. بس انا كنت فعلا فعلا عمري ما عملتها وما عنديش فكره عنها. هاجي كده بصوا ادي هي كده استوت معايا على درجه، انا حطيتها دخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه، ارتفعت معايا زي الكيك كده بالظبط. ما فتحتش عليها الفرن لحد ما شميت ريحتها، بفتح لقيتها واخده حمار فوق وتحت بالشكل ده. يعني انا كنت استبرت عليها كمان اكتر من تلت ساعه، كنت بالسلامه ممكن الاقيها طارت. لقيتها حمرا بالشكل ده. حطيتها الامانه برضو حطيتها تحت الجريلا دقيقتين 2 بالعدد، والله 2 بالعدد. لكن هي كانت طالعه لي واخده حمرا الكامل. انا قلت لازم ازيدها لمعه واحطها كده تحت الشوايه، لانها خدت وش مني سنه زيادة في الفرن. القعر بتاعها خد مني سنه حمار زياده. ومع ان انا بحبها كده لانها كده داخلها السوا كويس جدا. هي ما بتاخدش هبوب النار زي ما انتم شايفين كده. بصوا ترى القطعه قطعتها جميله تحفه، ولا طعمها ولا ريحتها. ده انا بحط البصل على الفوم، على البيت، لقيت ريحته طلع تحفه، بدوقه لقيت هو يتاكل كده لوحده. وبقى ما بالكم بقى لما انا حطيت على بعضها كده. بصوا انا مش هقول دي اكله اقتصاديه، لا دي مش اكله اقتصاديه. البيت طبعا غالي والدي غالي والاكل غالي، فهي تعتبر اكله جميله وممكن تنفع سندوتشات ايام مدارس، وممكن تنفع برضو ناخدها سندوتشات لو خارجين. مالها جميله تحفه، حاجه بصوا لذيذه، تحفه وفاخر من الاخر. والله يا جماعه بصوا انا مش عارفه اقول لكم ايه. انا كنت هين عليا اقوم اعمل كمان صينيه. بس يلا بقى، هي الحمد لله جت جميله معايا. انا طول ما انا واقفه عماله اكل فيها، وبنتي وانا هي بتصورني قالت لي يا ماما لا دوقيني، ده وقتها مش قادره تصبر لما انا اخلص. جيت انا كده على الطماطم، انزلت عليها بالليمون تاني كمان، ليمون فريش كده زي ما انتم شايفين. قلت لازم ازودها كده مزازه كده وطعامه، عشان خاطر ايه، نزيدها كده حلاوه كده. فبصوا انتوا كل ما تحطوا تكات بسيطه وحاجات بسيطه كده، تبصوا الاكل يزيد معاكم جمال. حاجات بسيطه، هو اكل عادي خالص، هي نفس المكونات اللي اجدادنا وامهاتنا بيعملوها من زمان، بس احنا بس بتكات بسيطه كده زودناها جمال. بقول لك اهوت انا بشكر ام رامي. يلا السلام عليكم.